يا صباح النشاط والجمال على احلى عيلة. النهاردة بقى قررت ان انا اواجه البعبع وهو مطبخي. المطبخ كان يضرب يقلب. قمت بسرعة ونضفته وقررت ان انا اركن الكسل ده على جنب خالص وارجعه يلمع عشان الراحة النفسية بتبدأ، انتوا عارفين، من النظافة ومن المطبخ بالذات. يلا كده عايزاكم تتشجعوا وتقوموا تخلصوا اللي وراكم معايا ونشجع بعض وانتي مشغلة الفيديو. طبعا حبيت اوريكم شكل المطبخ كده، اديتكم جولة فيه وهو كده مكركب قبل ما اعمل فيه اي حاجة خالص، عشان تشوفوا الفرق بين قبل وبين بعد. طبعا كان كل حاجة في كل حتة. بصوا البوتاجاز عامل ازاي. فانا كنت سايباه مثلا المطبخ، البوتاجاز بالذات سايباه تقريبا بقالي اسبوع بطبخ وبقلي وبعمل، وانتوا عارفين طبعا القلي والزيت بيبهدل البوتاجاز جدا. وسبته وقلت لا والله انا اعمل معاكم الفيديو بتاع التنظيف العميق بتاع المطبخ، لازم يكون معاكم عشان نشجع كده بعض. طبعا بصوا كم الكركبه. شايفين الكوفي كورنر؟ فاكرين الكوفي كورنر ده؟ كان في الفيديو بتاع الكوفي كورنر في المطبخ كان متظبط ازاي. بصوا بقى يضرب يقلب ازاي. طبعا زي ما احنا عارفين اول حاجه لازم نعملها علشان نفضي بس شويه مساحه نقدر ان احنا نتحرك وننظف فيها، ان احنا نغسل المواعين. ده طبعا اللي انا بقول لكم عليه اهميه غساله الاطباق. ادينا اهو بقول لكم تاني في الفيديو ده كمان، غسالة الاطباق مهمة جدا عشان انتوا بتسألوني كتير جدا. اديني باكد عليكم لان هي ايدك اليمين في المطبخ بجد. انت دلوقتي بصي المطبخ عاملين ازاي، قصدي عامل ازاي. بصوا كان عامل ازاي. انا المواعين دي جمعتها في الصينيه وبدات ان انا ارصها في غساله الاطباق، والحاجات البسيطه اللي هي بتتبقى بروح اغسلها بسرعه على ايدي. او حاجات بتكون مش هتتحط في غساله الاطباق فبغسلها على ايدي. فبدل مثلا وانت بتعملي تنظيف عميق مثلا دلوقتي للمطبخ، بدل ما هتيجي انت تقفي ساعة ولا ساعة ونص، لا انت هتقفي كبيرك في موضوع المواعين بس 10 دقايق ربع ساعة تشغلي الغسالة وتشوفي انت باقي الحاجة اللي في المطبخ تعمليها. ولو انت مش عندك غسالة اطباق مش معنى كده ان انت تقعدي، لا يلا قومي. قومي دلوقتي حالا شوفي هتعملي ايه، هتروقي ايه وراكي عايزة تخلصيه. هي غسالة الاطباق برضو مش معنى ان هي مش عندنا ان احنا ما نعملش ونبقى نروح بقى للكسل، لا. قومي اتنشطي كده. ده انا منزله لكم روتينات بناء على طلبكم عشان انتوا عمالين تقولوا لي يا ضحى روتين النشاط اللي نزلتيه حلو قوي ادانا طاقه. وفي بنوته قالت لي ده انا الليفنج عندي كان يضرب يقلب قمت عملته. فيعني يلا بقى اديني اهو بشجعكم. توكلت بقى على الله وسميت بالله كده وبدأت وقلت طبعا أول حاجة أبدأ بيها لأنها أكتر حاجة الصراحة كانت تعباني نفسيا في المطبخ هو البوتاجاز. البوتاجاز أنا بحب إن أنا أعمله أول بأول بسبب كده، بخاف إن هو يوصل للمرحلة دي. المرة دي لما أنا بقيت إن أنا أعمل أكل ومثلا حد من البنات يشغلني أو ينادي عليا أبقى مش عارفة أعمل حاجة واروح سايباه طبعا يوم ورا التاني ورا التالت. ادي النتيجه قدام عينيكم مش محتاجه ان انا اقول لكم. طبعا كان متعب جدا في التنظيف وانا عشان كده بدات بيه هو اول حاجه بعد ما شغلت غسالة الاطباق، علشان ان انا كنت حاسه ان انا زي ما يكون في حمل وجبل على ظهري، فقلت لا انا اخلصه الاول علشان ابقى مرتاحه شويه وانا بعمل بقيه المطبخ. في بقى انواع تنظيف للبوتاجاز اللي هي سيترس والحاجات دي وباور. بصوا انا جبت سيترس قبل كده وجربته. حسيت ان هو بيغير اللون بتاع استانلس البوتاجاز وخلالي البوتاجاز يعني مش بيلمع قوي مطفي، غير ان الريحه بتاعته كيميكال وقوية جدا وبتخليني كح جامد وبتتعبني. ولاحظت ان معظم انواع السبريهات بتاعه البوتاجاز بتاعه تنظيف الدهون بتبقى كده. فعشان كده كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي البوتاجاز اعمله على طول، ما خليش ان هو يطول كده علشان الدهون تطلع من عليه على طول. وما ياخدش معايا وقت ولا مجهود ولا احتاج حاجه زي كده لانها بتتعبني. فانتوا هتقولي دلوقتي طب انت يا ضحى نضفتيه بايه؟ انا نضفته بصابون مواعين عادي محطوط عليه خل وميه سخنه بكربونات الصوديوم، عملتهم مع بعض قلبتهم كده ودوبتهم وبقطع عليه فسلك كده حته صغيره وببدا ان انا ادعك. ومش بدعك جامد ان هو يجرح البوتاجاز، لا،
ولو انت بتشتري نوع سلك المواعين تشتري نوع ناعم، مش تشتري النوع الخشن القوي ده لان ده هيجرحهم. وصدقوني دي احسن حاجه جربتها لغسيل جسم البوتاجاز نفسه، ولا خلت البوتاجاز جرح ولا بوظته، بل بالعكس ده بتخلي الاستانلس بينور حرفيا. غير ان انت لما بتحطي خل ده كمان بيعمل تطهير مع مع ازاله الدهون. والله يا جماعة وحشتوني بجد، يعني انا فرحانة دلوقتي ان انا بنزل لكم فيديو جديد تاني. وان شاء الله باذن الله هنستمر على المواعيد دي اللي هي حد وتلات وجمعة من الساعة 6 ل9 كده، هتلاقوني منزله لكم ايه فيديو طويل. طبعا انا بياخد وقت عقبال ما بينزل وبياخد وقت في المونتاج، عشان كده هتلاقوني بقول لكم من 6 ل9، علشان لو اتأخرت شوية في المونتاج يبقى في نطاق الساعات اللي انا قايله لكم عليها. انا عايزه اقول لكم ان جرعه النشاط عندي زادت وعليت عشان خلصت البوتاجاز. يعني شايفين حتى الفرق، ان البوتاجاز اول بقى ما شفته ظهر قدامي وعملته كله بقى بيلمع كده، طاقتي والباور بتاعتي زادت اكتر. دايما يا جماعة وانتوا بتعملوا اي جزء في البيت، وانتوا بتنظفوا وانتوا بتروقوا، سموا كتير، بسم الله الرحمن الرحيم، اذكروا الله، استغفروا، اقرأوا مثلا قرآن لو انتوا حافظين مثلا ايات، مش شرط ايات كبيرة، ايات صغيرة عادي. بحس ان الحاجة بتطلع احلى وشكلها احلى، وبحس ان انت نفسك بتعملي وربنا بيديكي طاقة كده ان انت تقدري ان انت تتحركي اكتر وتخلصي الحاجة. والحاجه بتخلصيها انت بتبقي نفسك فرحانه وانت شايفاها قدامك وهي بتلمع، يبقى في نفس الوقت انت خدتي واستفدتي بحاجتين. اول حاجه ان انت ذكر الله والحسنات والثواب، تاني حاجه انك نظفتي وروقتي البيت وخليتيه بقى بيلمع. انا عاوزه اقول لكم ان انتوا شايفين الفيديو ان هو مدته ربع ساعه، لكن هو الحقيقه ان هو مده كبيره جدا، يعني الحقيقه ان هو 4 5 ساعات تقريبا، لان انا عملت تنظيفه عميقه للمطبخ. يعني انا بس مش اكتفيت ان انا اعمله من على الوش، لا، انا ظبطت الضلف كلها من جوه، وعملت الارضيات ومسحتها وبعدين عطرتها والسجاد. فعملته تنظيف عميق، حتى الضلف عملتها، لان الدولة في اثناء بقى الطبخ اما بتحطي حاجه ايد البصمات بتاعه الاطفال. عايزه اقول لكم ان هم كانوا كاتبين لي على دولة في المطبخ بالرصاص، فطبعا كل ده بعمله علشان يرجع تاني ان هو يلمع، خاصه ان انا عاملاه ابيض. فالابيض زي ما انتوا عارفين اي حاجه اقل حاجه بتظهر فيه. في ناس بقى بتسألني يا ضحى احنا اوقات نلاقي الرخامة بيضة واوقات نلاقي الرخامة رصاصي، هو في ايه، هو ازاي ان انتي في اتنين؟ يا جماعة كل الحكاية ان انا رخامة المطبخ عندي الناحية اللي هي فيها الحوض بتاع المطبخ عاملاها رخام ابيض، والباقي الاجزاء من المطبخ عاملاها جرانيت اللي هو الرصاصي ده. هتقولوا لي ليه بقى وليه مش عاملاه نفس الشكل؟ بص انا كنت عايزه ان انا اعمله كله ابيض، بس انا الاول اثناء توضيب الشقه الاول اللي اتعمل بعد السيراميك على طول الجزء بتاع الرخامه البيضه. فاثناء بقى بقيه التاسيس بتاعه كهربة السقف والحاجه اللي زي كده بدات الاحظ ان الرخام الابيض بيغير لون، واللون اي بقع بتقع عليه لو انت ما مسحتيهاش في ساعتها في لحظتها هي بتسيب اثر. يعني انت لو ما خليتيش عينك على الرخامه البيضه دي انها اي حاجه تتحط تمسحيها في نفس الوقت بتسيب اثر فيها. فطبعا انا لقيت ان لا برضو مش هينفع اني انا اجيب النوع كده، غير اني كذا حد نصحني من بتوع الرخام قالوا لي الاحسن ان انت تعملي نوع يكون جرانيت، لان الجرانيت اقوى من الرخام الابيض. وانا فعلا مع الاستخدام لاحظت ده، فروحت فعلا عامله الجرانيت زي ما بيقولوا كده حمار شغل يعني زي مهما عملتي عليه مهما عملتي فيه هو تمام معاكي وما بيتأثرش، وفي اي وقت لو حاجه وقعت عليه لو مسحتيها حتى بعد شهر هتطلع، مجرد ما بتدعكيها بالليفه بتطلع. لكن الرخامه البيضه لو انت بقى من النوع اللي بصي ما وراكيش حاجه واقفه كده للرخامه بس اعمليه، غير كده لا. يعني انا عايزه اقول لكم ان الرخامه البيضه انا ممكن اسيب الرخام الجرانيت مثلا لو حطيت مثلا كوبايه وعملت علامه اقدر اسيبها، بقول انا كده كده
هغسلها بالسبونشة كمان ساعة بكرة ولا حاجة هتنضف. لكن باجي مثلا للبيضة دي وقع عليها حاجة، يا نهار ابيض انا بجري في لحظتها اعملها. فنصيحتي ليكوا عشان كتير سألني ان الرخام الابيض شكله حلو وجميل، بس هو عملي ولا لا؟ هو مش عملي قوي. العملي اكتر الجرانيت، الا بس في حاله واحده لو انت هتعملي عليه طبقه حمايه اللي هو الابيض ده، وبرده هتبقي محتاجه كل فتره تغيريها. فنصيحتي ليكي اتجهي للجرانيت على طول. وفي جرانيت وايت فانتاستيك ده بيبقى ابيض برده منقوش كده، بدل ما هو رصاصي في اسود بيبقى ابيض في اسود، شكله كمان تحفه وحلو. هنا بقى كنت خلصت الرخامات ودعكتها اللي هي الجرانيت دي كلها والكوفي كورنر وفرشته كمان، وبعدين بقى عملت الضلف. والضلف انا برش عليها بالسبراي كده ميه بصابون برضو، وبمسحها بحته. اوعوا تمسحوها بليفه او بسلك او بسبونشه خشنه، لان ده هيخليها تتجرح. انا بعملها كده بالحته بتنضف على طول. انا الحمد لله مطبخي الموتيل، فده بيساعدني. لو انت بقى مطبخك كونتر او خشب او اتش بي ال او الحاجات دي، استخدمي له بقى الملمع بتاع الاخشاب. عملت بقى الارض بالمكنسه الاول، عملت وهي مفروشه السجاده، وبعدين عشان ابقى عامله السجاد، وبعدين رحت بقى شايلاها وعامله بقى تحت السجاد والارضيه كلها. واول ما خلصت بدات ان انا مسحت الاول بمطهر ارضيات اللي هو بريكس تحفه جدا يا جماعه، ريحه الليمون تحفه بتاعته. الصنوبر ما حبيتهاش الصراحه، يعني الناس كتير بتحبها بس لا، انا ريحه الصنوبر كانت بتخنقني، لكن ريحه الليمون تحفه خاصه في الصيف ده، بتحسسك كده ان المكان فيه انتعاش. بعد ما مسحت لازم اهم نقطة عندي وبحب اعملها على طول هي التعطير. بتخلي ريحة البيت حلوة، والمكان اللي انت عملتيه ريحته بتبقى بتشع كده نظافة. انا جربت نوعين لفريدة بجوز الهند وبالعود، الاتنين تحفة. والصراحة فريدة اي معطر ارضيات بتستخدميه بيثبت وبيفضل قاعد، ومهما دخلتي وتدخلي المكان تلاقي المكان برضو ريحته لسه ثابتة بيه. فانا جربت جوز الهند والعود، الاتنين تحفة الصراحة. وانا بالنسبة لي العود احلى واحلى بجد، وريحته كده روقان. في بقى شويه مواعين كده عندي، رحت عاملاهم بقى اللي انا قلت لكم اللي هما متبقيين او حاجات ما بتدخلش غسالة الاطباق، عملتهم على ايدي بسرعه وعملت الرخام. وطبعا الخلاط ما بيدخلش، ما تفكرونيش. عايزه اقول لكم ان انا كنت بحط الخلاط الاول في غسالة الاطباق، وبدات الاحظ ان الخلاط ببقى مدخلاه سليم بيخرج لي فيه شقوق. فكانت صدمه بالنسبه لي، هو انت ليه بتعمل يعني بيحصل فيك كده؟ لحد بقى ما عرفت، يعني الحمد لله ان انا عرفت ان ما ينفعش اصلا ان الخلاط او اي حاجه من الكيتشن ماشين تدخل غسالة الاطباق. وللاسف عرفت متاخر، كان زي ما انتم شايفين كده حصل فيه كذا تشقق. فالحمد لله ان انا لحقته اصلا. خلصت بقى الرخام والحوض، دعكته وروقته عليه. طلعت بقى سبونشه من السبونشات الجديده اللي انا كنت موريها لكم في المشتريات بتاع اللي كانت في الفيديو اللي فات. طلعتها وحطيتها، وهنا بصوا بقى كانت الارض خلاص نشفت. عايزه اقول لكم والله ما كنتش مصدقه نفسي كده وانا بفرش السجاده ان خلاص الحمد لله ان ما فيش خلاص حاجه تاني، والمطبخ الحمد لله خلاص خلص. بجد حسيت بسعاده وفرحه والله العظيم مطلقه. يعني شكل المطبخ قبل والكارثه اللي كان وصل لها دي، وشكله دلوقتي بجد تحفه. يعني الحمد لله قلبي ارتاح كده، حسيت ان البعبع اللي انا كنت خايفه منه ده وركناه على جنب الحمد لله هم ونزاح. رشيت كمان معطر، ورشيت معطر بالبطيخ عشان برضو يعني الصيف بقى وكده بلجأ اكتر للروايح والمعطرات دي، علشان بتخليني احس ان في انتعاش في البيت. لكن في الشتاء بلجأ بقى للمعطرات الهادية زي القرفة والتفاح والحاجات دي. بصولي بقى على جمال المطبخ، لا لا لا، قولولي شايفين الجمال، شايفين الحلاوة بتاعته، شايفين؟ بصوا خلاص الدنيا بقت رايقة، مش مصدقة نفسي كل حاجة بقت بتلمع، الدولف الرخام الحوض كل حاجة خلصت، الأرضيات الحمد لله. طبعا هنا غيرت برضو اكياس الباسكت والزبالة. وهنا كنت بوريكم خلاص ان ده الشكل النهائي بتاع المطبخ بعد ما خلص.
الحمد لله على النعمة، والحمد لله على الصحة، والحمد لله ان ربنا بيقدر الواحد ان هو يخلص اللي وراه. يلا كده عايزاكم تقوموا بقى وتتشجعوا، واتمنى ان الفيديو ده يديكوا طاقة باور او كبسولة باور كده زي ما بنقول، وتخليكوا تقوموا تخلصوا اللي وراكوا. وان شاء الله باذن الله هستنى كومنتاتكم، هستنى كمان اللايكات بتاعتكم، وهستنى اشتراكات في القناة، وتقولي لي رأيكم، وقولوا لي عاوزين الفيديو الجاي يكون عن ايه. برضو روتين تنظيف وكده عشان الطاقة والباور، ولا روتين يوم عادي، ولا عايزين ايه؟ وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجديد يوم الجمعة الجاية بإذن الله من الساعة 6 ل 9. وما تنسوش ان بنزل لكم فيديوهات شورتس كل يوم 10 الصبح و10 بالليل، الصبح ايس كوفي وبالليل وصفة اندومي جديدة. ونتقابل في فيديو جديد يا كتاكيت قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.